تخيل إن الأرض دي كلها كانت مجرد منجم دهب، وإن البشر نفسهم ما كانوش البداية الحقيقية، دول كانوا مجرد تجربة جينية لكائنات جاية من الفضاء. حسب واحدة من أغرب النظريات اللي انتشرت في العصر الحديث، البداية ما كانتش في الأرض، كانت في كوكب مجهول في الفضاء الخارجي اسمه نيبيرو. الكوكب ده بيحكمه آلهة اسمهم الأنوناكي، ومع مرور الزمن حضارتهم بدأت تنهار، فقرروا ينزلوا كوكب الأرض عشان ياخدوا الذهب وينقذوا بيه كوكب. وأثناء حفر المناجم في جنوب أفريقيا، العمال الفضائيين أضربوا عن العمل ورفضوا يكملوا الحفر، وبدأت الفوضى تنتشر. وهنا بحسب النظرية اتاخد أخطر قرار. قرر حاكمهم يصنع كائن بالتهجين الجيني لإنتاج عامل منجم مطيع، وده في نظرهم هو الإنسان. ولما التجربة الجينية دي خرجت عن السيطرة وبدأت تتكاثر وتتمرد عليهم، قرروا ينفذوا الإبادة الجماعية ليهم عن طريق طوفان ضخم. لكن قبل التنفيذ اتسربت خطة النجاة لواحد من البشر. القصة دي ممكن تبان كأنها فيلم خيال علمي، لكن المفاجأة إن في كتير قوي مقتنعين إن دي ترجمة حقيقية لأقدم أساطير الأرض. وعشان نعرف مين اللي ألف الحكاية دي والسر الحقيقي وراها، لازم نرجع الأول لتاريخ حضارة بلاد الرافدين في العراق.